شنومو أوني ملفوني فرم فشمعون مقبري حيورينو هركي كمعدرونو أمشاري دي جودو ديزمرتو سرييتو بودار تومان هرويو أجبوكم طيبين الوعد عيدو بأتريد دي مردوفو. طبعا نحن هون بالدار عم نشتغل لأحياء اللغة السريانية، وبنفس الوقت عم نجيب الشباب والبنات يعني نخليهم مجتمعين بمكان واحد لنعرفهم بالتراث السرياني كان من الفلكلور والأغاني السريانية القديمة اللي نحن بطريقنا رح نحثثها ونوصلها لمسامع المشاهدين والعالم كلياتهم بكل العالم شان يعرفوا بأن اللغة السريانية هي لغة عريقة. اللغة السريانية هي من آلاف السنين موجودة، وأغلب الألحان الكنسية كلها مأخوذة من هالأغاني السريانية. طبعا نحن هون بالدار هلا عم نجهز للمهرجان الثقافي الثاني اللي راح تقيمه الجمعية السريانية، ونحن هون كمسؤولين للأغاني جهزنا أغاني خاصة بهالمناسبة مع الملفونو ثار اللي عم يساعدنا على الأورك، والملفونيثو غسيمة مسؤولة البودو، ومع الشباب والصبايا. وبنفس الوقت عم نلاقي صعوبات كثيرة، بس رغم هيك الشباب والصبايا عم يناضلوا وعم يجوا وعم يتركوا كل شيء وأشغالهم مشان نقوم مهرجان يصير كثير رائع ونطلع بصورة كثير حلوة. حاريتو دمونو تودي كل حال قايم بوفل حونانو جبويد نوفق وعد عيدانو بسرتو غلبة شافرتو بدمونو تيحي عليمة تيحي ملفونة تيحي مردوثو سريايتو تيحي عامو سريويو تودي ساقي الخو. حورو ثار إسحاق مسؤول دار تومان هرويو للثقافة والفن السرياني. الدار هو تابع للجمعية الثقافية السريانية في قبر حيوري فرعية هي طبعا. نحن بهالدار طبعا تأسس هالدار له عدة أهداف، من ضمنها هي المحافظة على تراثنا كشعب سرياني أصيل في هاي المنطقة، المحافظة على لغتنا على ثقافتنا على فلكلورنا، لأن نحن مثل ما بتعرفوا بنعرف نحن كلنا نحن من الشعوب الأصيلة اللي كان لها أثر كبير في المنطقة، إن كان من حيث الحضارة، من حيث التاريخ القديم. هالشيء تثبته الحفريات والآثار الموجودة كلها، يعني هذا الشيء مو نحن اللي عم نحكي، التاريخ عم يحكي. فنحن كثقافة سريانية كلغة كشعب تعرضنا من آلاف السنين لضغوطات. القومية تبعنا أو ثقافتنا تعرضت لعدة تحديات من قبل دول إقليمية، من قبل شعوب مجاورة. كان هدفها تطمر هاي الثقافة، تطمر هذا اللون الأساسي بالمنطقة اللي كان له دور في قيام الحضارات. أكبر حضارات قامت عندنا في منطقة بث نهرين وامتدت حتى الصين، وصلت لآخر الدنيا الثقافة تبعنا. فنحن اليوم يعني مواكبة لهالشيء اليوم بمساعدة هيئة الثقافة والجمعية الثقافية السريانية اللي كان لها دور كبير في ترسيخ هذا الصرح وبناؤه. اليوم افتتحنا هذا الدار لنقدر نكمل حسب الإمكانات المتاحة عنا، إن كان في مجال اللغة، إن كان في مجال الموسيقى، الفن، نتابع ننشط. فاليوم نحن مثل ما أنتم شايفين عم نسوي تدريبات، عندنا مشاركة في مهرجان مردوثة السنوي اللي عم تقيم الجمعية الثقافية السريانية كل سنة. فالسنة كمان بدنا نشارك في ثلاث فعاليات. عندنا فعالية الأولى هي فرقة الكورال، تقريبا عندنا أكثر من 20 متدرب ومتدربة أو شبيبة، وعندنا فرقة رقص فلكلوري كمان حديث العهدية، بس إن شاء الله بدها يكون لها دور كويس بالمهرجان ومستقبلا في عدة فعاليات. وعندنا كمان الفرقة النحاسية، عندنا فرقة نحاسية كشفية كلياتهم متمرسين وقادرين ومتمكنين، وصار لنا مشاركات كثيرة في عدة فعاليات، صارت مناسبات كثيرة صار لنا. بس عندنا مشكلة نقطة شوي هيك تحديات من الطرف من الناحية الاقتصادية، من ناحية
خاصة موضوع الكشاف، يعني بصراحة عندنا موضوع الآلات شوي عم نعاني منه، فنحن أكيد يعني لنا رجاء والإدارة ما راح تقصر معنا، وهي الثقافة كمان ما عم تقصر معنا، وعدونا إن شاء الله يكون عندنا آلات ونقدر نطور هالفرق، والفرق تبعنا إن كانت الكورال والرقص. فشفتوا اليوم كمان عم يصير شغل وتعب كثير من قبل المدربين المشكورين كثير يعطيهم العافية، حتى الشباب كمان بهالظروف الصعبة عم نحاول نقدم أفضل ما عنا أسوة بالشعوب الموجودة، وتقريبا نحن ثقافتنا قريبة من بعض، إن كان كرد عرب سريان، يعني نشوف الشيء اللي عم نشتغله قريب من بعض، إن كان من طرف الفلكلور، الرقص، اللبس، حتى المأكل. فنحن كمان مثلنا مثل هالشعوب عم نحاول نطور حالنا إن شاء الله ونثبت حالنا إن شاء الله للأمام. لا يوسف، إدارية بجمعية الثقافية السريانية فرع قبر حيوري. طبعا احنا اليوم يعني عم نعمل تحضيرات مشان مهرجان مردوثو السنوي الثاني. مثل ما انتم شايفين التحضيرات دائما مستمرة، تقريبا صرنا أكثر من شهر ولسه في يعني قدامنا وقت. طبعا أنا متوقف على فرقة الرقص مع في ملفوينثو أثرا وملفوينثو نينورتا كمان. طبعا أنا يعني إدارية وهن عم يدربوا البنات والشباب. عم نجهز لرقصة أو لوحة يعني رح يقدموها بالمهرجان، ومثل ما انكم ما تشوفوا يعني عم يرقصوا كذا رقصة. إن كان مثلا طبعا الرقصات هن من تراثنا يعني السرياني وحضارتنا كمان. رقصة مثل الباقية، الشيخاني، في يعني كذا أنواع يعني. نحن نختار غنية يعني ونعمل عليها لوحة أو رقصة. طبعا بيزيهم الفلكلوري السرياني، طبعا البنات فساتين مع تيجان وهيك، والشباب كمان يلبسوا طواقي مع ريش وهيك، يعني شيء فلكلوري يعني. وطبعا أول شيء يعني شوي متعب، ما راح أقول لك إلنا وللولاد كمان، بس بنفس الوقت هو إن إحنا عم نحيي يعني التراث يعني اللي من زمان يعني ما عم يطلعوا وما عم يحيوه من أول وجديد. نحن عم نرجع ونحييه من أول وجديد عن طريق المهرجانات، إن كان على اللوحات، إن كان تقاديم يعني بحفلات أعراس وغيرهم هيك. ويعطيكم العافية وتوديع الحب.